السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم جدا ومفيد فعلا من التطبيقات، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد ومفيد فعلا من التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه دولينجو. التطبيق ده مساحته 37 ميجا، محمله اكتر من 500 مليون شخص. التطبيق ده خاص بتعلم اللغة الانجليزية واكتر من 40 لغة واكتر من 40 لغة. تقدر من خلال التطبيق ده ان هو بيعلمك في البدايه خالص الحروف. لو انت مبتدئ لسه ما تعرفش اي حاجه عن اللغه الانجليزيه او عن اللغه اللي انت عايز تتعلمها، فهو بيديك في البدايه خالص الحروف. بعد كده بيبدا يديك الكلمات. بعد كده يبدا يجيب لك الاشكال بتاع الحاجات اللي انت بتتعلمها، مثلا يعني شكل مج، شكل كوبايه، شكل براد، شكل علبه، شكل معلقه. الحاجات دي هو بيعلمك علشان يعرفك ان الحاجة دي اسمها كذا، الحاجة دي اسمها كذا. كمان مش بيعلمك الكلمة كقراءة ان انت تقراها فقط، لا ده بيعلمها لك كمان وان انت تقدر تسمعها، وكمان يقدر ان هو يخليك تكررها معاه على التطبيق علشان يقدر ان هو يقول لك انت كده بتقولها بطريقة صحيحة ولا بتقولها بطريقة غلط. كمان بيديك اختبارات على طول، اول يعني كل فترة، علشان يقيس استجابتك وسرعة سرعة الاستجابة بتاعتك، وانك اتعلمت لحد فين وفهمت لحد فين، ودلوقتي درجتك كام في المية بالنسبة لتعلم اللغة. كل ده بتقدر تستفيد منه من خلال التطبيق. فانت بتقدر تستفيد ان انت تعرف تقرا، تعرف تتكلم، تعرف كمان بيعمل لك زي ديالوج كده، محادثة مع روبوت ان هو يكلمك مثلا بالانجليزي عشان تقدر انت تترجم الكلام اللي هو بيقوله لك وترد عليه، طبعا بنفس اللغة اللي انت بتتعلمها، علشان يتأكد ان انت يعني فاهم وقادر تستوعب وكده. ده الغرض من التطبيق. مشكلة التطبيق ده بقى، اول حاجة ان هو تطبيق مش مجاني، تطبيق بتدفع له فلوس. تاني حاجة التطبيق بيتضمن اعلانات. تالت حاجة لو انت حابب ان انت تتعلم لغة غير اللغة الانجليزية، هو بيطلب منك ان انت اول حاجة ان انت تقلب التليفون بتاعك للغة انجليزية. تاني حاجة بيطلب منك ان انت تتعلم اللغة الانجليزية الاول. يعني انت مثلا عايز تتعلم اللغة الكورية، اللغة الصينية، يقول لك لا اتعلم لي الانجليزي الاول حتى لو انت كويس في الانجليزي. دي مشكلة برضو في التطبيق، اتمنى ان هم يعالجوها في التحديث الجاي. وبس كده يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبة للمزايا والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين رسيب لي في كومنت لو شفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة، اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.